سمك فيليه قشر بياض مستوي من جوه ومن بره طبقه رفيعه ومقرمشه. هنشوف الطريقه. السمك بيتغسل وهو سليم بالملح والليمون، وبعد كده يتشطف ويتنشف كويس جدا ويتقطع ونتبله مدة 10 دقايق ربع ساعة. تتبيلة عبارة عن توم وليمون وكمون وكزبرة ناشفة وملح. زي ما انتم شايفين القطعة بالحجم ده متوسطة علشان نعرف ايه نقليها وتستوي كويس. ربع ساعة بس يتساب يتبل، ونعمل الخليط اللي هنقليه فيه: دقيق ونشا وكركم وكمون وكزبرة ناشفة وطبعا ملح. بنقلب الخليط ده كويس وبنتبل بنحط الفيليه ده في الدقيق عشان ياخد وش، ونسيبه كده شويه لغايه ما نحط الزيت على النار. ولما عبال ما الزيت يسخن بنكون خلصنا الكميه كلها ونسيبها على جنب. بيكون في قطع بالحجم ده تقريبا كده، في حاجات طبعا سميكه اكتر من قطعه تانية. الزيت بيسخن بننزلهم. قبل ما ننزله في الزيت بنرجعه تاني في الدقيق او في الخليط اللي احنا عاملينه. على فكره احنا ممكن نستخدم نشا بس من غير دقيق، لكن مش بيتعمل ويتساب، لا بيتحط في النشا ويتحط على النار على طول. بنرجعه الخليط تاني قبل ما ننزله في الزيت. بيكون الزيت سخن على نار عاليه. بعد ما ننزله بنوطي النار شويه بس ما نوطيش قوي. بنفضل نقلبه بالشكل ده. هنلاقيه بقى مقرمش معانا عشان الكركم اللي فيه والنشا هيزيدوا القرمشه. طبعا القطعه الرفيعه بتستوي اسرع من القطعه الاكثر سمك. ده الشكل في النهائي. ده اللون، لونه ذهبي مقرمش من بره ومستوي كويس من جوه. بيتقدم مع الرز البني. اللينك بتاعه ده في البايو هتلاقوه الوصفه بتاعته. ده سهل وبسيط بألف هنا.